واحد من الشباب مطرش لي مقطع حق شخص على أساس يرد على فيديو المشي مو برياضة، بس أنا ثبت التلفون وذي الشخص معصب ويتفل وهو يسولف وما ريش عنده. مشكلة إن هالشخص كنت أحترمه يعني، بس طلع يعني لا تعليق، وما كان ودي حتى اصلا ارد عليه ولا شيء، لكن في شغله قالها قلت ابى ارد على ذي الشغله. بس طبعا هو سولف وايد في المقطع، انا ما علي من كلامه لان كلامي كان واضح في المقطع مالي ان كلامي عن جزئيه المشي فقط، لكن حضرته دش لي في المرتفعات وما ادري شنو، فما يهمني ارد على هالحكي لاني مو مسؤول عن شخص يمكن ما شاف المقطع كامل او فهم شيء ثاني او يمكن ما فهم شيء خير شر. العموم قال في مقطعه ان المشي رياضه اولمبيه. ماشي رياضة أولمبية صح، ما اختلفنا. خلنا نشوف لاعب منهم يمشي ونقارن سرعته بسرعة الناس العاديين. هاللاعبين يمشون بإيقاع تقريبا 3 وشوي حق المسافات المتوسطة، يعني يعتبر إيقاعهم عالي حتى على العدائين اللي أساسا بس شغلتهم جري، يعتبر هالبيس وايد عالي عليهم، وعندهم تدريبات صعبة حالهم من حال العدائين، وبالعكس تعتبر لعبتهم أصعب من الجري لأن لها وايد قوانين بحيث أنهم يتأكدون أن الشخص ما ركض في السباق. أما الجري لو بتركض على يدك ما حد يقول لك شيء، وعشان كذي هالموضوع وهالنقطة المفروض ما تنذكر أصلا في السياق والموضوع اللي احنا نتكلم فيه، ما في مقارنة. ورسالة ثانية، وايد سهل أن الشخص يستنقص أو يقلل من الشخص الثاني، ولو تلاحظون دائما الناس اللي ما عندها حجة أو حجتها ضعيفة دائما تستخدم هالأسلوب، فيترك كل شيء يروح يطق في الشخص نفسه، وفوق ذي يقدر يدخل لك مواضيع ما لها أي دخل. الزبدة عشان ما نطول هالموضوع لأنه ما يستاهل، الحين وأنا أسولف معاكم حرق سعرات. هل يعني أن الحكي والسوالف رياضة؟ المشي العادي أو الطبيعي روتين حياة المفروض تسويه كل يوم، وعشان تسميه رياضة لازم ترفع مستوى المجهود فيه. شلون أرفع المجهود؟ أنت بطريقتك، أنت شنو تحب تسوي؟ في ناس تحب تركض، في ناس تحب ترفع الجهاز إذا كنت في الجيم، يعني أنت كيفك، أنت اللي تشوفني عقلك في راسك، وأنت حر تاخذ الكلام اللي عجبك وتترك الكلام اللي ما يعجبك، ما حد مجبور على شيء. بس تأكد دامك ما طلعت من منطقة الراحة عمرك ما راح توصل حق شيء. ما في إنجاز في كل مجالات الحياة يجي بسهولة، والرياضة واحد من هالمجالات. إذا كنت تبي توصل حق شيء فيه لازم تطلع من منطقة الراحة. سلامتكم، بس نصك السالفة بهالمقطع وخليه يتفل لي باكر كيفه. يلا فامان الله.